فرنسا. جزائري يبلغ من العمر 19 عاما قتل في إطلاق نار في مرسيليا. في فرنسا تضاعفت حوادث أطلاق النار الدموية منذ بداية العام في مرسيليا، ولا سيما تلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، وبلغ عدد ضحاياهم 16 شخصا. في الواقع في ليلة 12 إلى 13 أبريل اندلعت 5 عمليات أطلاق نار، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3. بالإضافة إلى ذلك تم العثور على مراهقين آخرين يبلغان من العمر 14 و16 عاما ميتين بعد إطلاق النار الذي وقع في بداية أبريل 2023 في نفس المدينة. يعود تاريخ آخر أطلاق نار إلى مساء يوم الأحد 23 أبريل 2023، وهذا في مرسيليا. جعلت هذه المأساة ضحية جديدة. فرنسا. مقتل شاب جزائري برصاصة في مرسيليا. وقعت الوقائع قبل الساعة 10 مساء بقليلا في الدائرة 14 المارسيليا في سيتي دوميلان. في وقت وقوع الأحداث كان الضحية جالسا على أريكة عند سفح مبنى يعاني من تهريب المخدرات. أطلق عدد من الأشخاص الملثمين النار. استخدم الأخير بنادق كليشينكوف تاركا وراءه ضحية صغيرة. في الواقع وفقا للصحافة الفرنسية سيكون الأخير من أصل جزائري ويبلغ من العمر 19 عاما فقط. تلقى الضحية طلقات عديدة وفشل الرجل الإنقاذ في فعل أي شيء لإنقاذ حياته. كان سيصاب برصاصة في رأسه. بدأ مكتب المدعي العام في مرسيليا تحقيقا. مكنت العناصر الأولى من هذا الأخير من معرفة هوية الضحية وإدراك أنها كانت معروفة بشكل غير مرغوب فيه لدى الدوائر القضائية. أما القتلة فقد هربوا، وعثر على عربتهم متفحمة فيما بعد. ولا يزال التحقيق جاريا للعثور على مرتكب هذه المأساة.